السلام عليكم عزيزي وعزتي، جيت لكم بأنميات الشتاء الجديدة. بس قبل ما نبدأ الفيديو متنساش تصلي على النبي وتدعمنا بلايك واشتراك في القناة. ويلا نشوف حكاية قصتنا. الحكاية بتبدأ بجو حماسي وخطير. فريق الأبطال وصل أخيرا لقلعة ملك الشياطين والأجواء متوترة والكل بيستعد للمعركة النهائية. البطل يوجا بيسأل فريقه لو كانوا جاهزين والكل بيأكد له استعداده. واحدة منهم بتقول إنها عملت بحث كامل عن قوة ملك الشياطين وأتباعه وبتشجع يوجا وبتقول له إنها واثقة من فوزه. الفريق كله اللي بيتكون من يوجا البطل وريفن السياف وميكانا الساحرة وسيسيليا الكاهنة بيعلنوا إنهم هيقضوا على ملك الشياطين مع بعض. بيفتحوا الباب الضخم للقلعة وهم بيصرخوا يلا بينا عشان تبدا المواجهه المنتظره. اول ما بيدخلوا بيلاقوا في وشهم واحد من قاده جيش الشياطين، شاب طويل شعر اسود واسمه يوكي. بيستقبلهم ببرود وبيقول لهم اخيرا جيتوا. بيسالهم بسخريه لو كانوا هم دول الابطال اللي جايين يقتلوا ملك الشياطين، وبيحذروا انهم مش هيقدروا يوصلوا للملك الا لو قضوا عليه هو الاول. الساحره اللي فريق الابطال بتبدا الهجوم فورا بضربه سحريه، لكن يوكي بيتفاداها بمنتهى السهوله وبيوصف سحرها بالضعيف. السيف بيتدخل عشان يساعد لكن مفيش اياتها فايده، ويوجا بيستخدم سيفه الاسطوري وبيطلق ضربه قويه جدا، لكن يوكي بيصدها بضربه مضاده اسمها الظلام الابدي. والضربه دي كانت قويه لدرجه انها قضت على الفريق كله في لحظه واحده وقعتهم على الارض فاقدين الوعي. وهنا بتحصل مفاجاه. بعد ما يوجي قضى على فريق الابطال بسهوله، الكاميرا بتركز على وشه وهو بيبص على كيانه سيليا وهي واقعه على الارض. بدل ما يفكر في قتلهم، كل اللي كان بيدور في دماغه وهو بيبص عليها يا نهار ابيض دي نوعي المفضل تماما. طلع القائد الشيطان القوي ده معجب بالكهنه من اول نظره. في اللحظه دي بيظهر ثلاثه من اتباعه، واحد منهم بيساله لو كانوا هيخلصوا على الابطال. يوكي بيزعلهم وبيقول لهم انه قال لهم يستخبوا. واحد منهم بيلاحظ ان يوكي كان متنح للكهنه وبيساله ايه الحكايه، والتاني بيتهمه بانه منحرف. يوكي بيرد عليهم بغضب وبيقول لهم انه كان بيفكر هيعمل معاهم ايه، وبدل ما يؤمر بقتلهم بيؤمر اتباعه انهم يرموهم بره القلعه جنب قريه بشريه قريبه. اتباعه بيتذمروا وبيقولوا ان تصرفاته دي هتجيب له مشاكل، لكنه مش بيهتم وبيصر على رايه. وبيبص على سيليا وهي بتتشال وبيقول في سره وداعا يا ملاك. الاحداث بتنتقل لشهر بعد الواقعه دي. بنشوف يوكي في اجتماع مع ملك الشياطين واحد تاني من القاده اسمه زايكا. زايكا بيقول لملك الشياطين ان فريق الابطال بقالهم شهر بيحاولوا يهجموا على القلعه وخسروا 13 مره ورا بعض قدام يوكي. زايكا بيسخر من الابطال وبيقول انهم مش مصدر قلق طالما بيخسروا من واحد زي يوكي. هنا ملك الشياطين بيواجه كلام اليوكي وبيساله مباشره ليه مش بتقتل الابطال. يوكي بيجاوب ببرود انهم اضعف منهم يستاهلوا القتل. ملك الشياطين ما بيقتنعش وبيقول له لو مش هتقتلهم اخلي اتباعك هم اللي يتعاملوا معاهم. يوكي بيتخض بيقول لا، لان اتباعه اضعف من الابطال وهيموتوا لو واجهوهم. في النهايه يوكي بيوعد ملك الشياطين انه هيخلص الموضوع بنفسه في المره الجايه. بعد الاجتماع يوكي بيفكر مع نفسه وبيقول ان المشكله ان هو اللي قوي زياده عن اللزوم، لكن الابطال في الحقيقه اقوياء كفايه انهم يهزموا ملك الشياطين. هو محتار بين انه لازم يقتلهم عشان يحمي اتباعه وبين انه مش عايز يقتل ملاكه سيليا. تبدا المعركه ال 14 والمره دي يوكي كان جد اكتر من اي مره فاتت. فريق الابطال بيهجم بكل قوته، لكن يوكي بيصدهم بسهوله تامه. بيضرب يوجا والسياف وبيوقعهم، وسيسيليا بتحاول تعالجهم. يوكي بيسخر منهم وبيقول لهم انهم ممكن يحاربوه 1000 مره والنتيجه هتكون واحده. يوجا بيطلب دعم من سيليا وبيستخدم سيفه الاسطوري تاني، لكن يوكي بيصد ضربه بايد واحده. كل بيتصدم من قوته الجباره. يوكي بيقول لليوجا ده ادركت الحقيقه مش كده انكم مستحيل تهزموني. وهنا يوكي بيقدم عرض غريب، بيقول لهم سيبوا الكهنه هنا وهسمح لكم انتوا ثلاثه تعدوا لملك الشياطين. يوجا بيرفض فورا، لكن ميكانا بتحاول تقنعه وبتقول له انهم مش هيقدروا يهزموا يوكي وان انقاذ العالم اهم من التضحيه بشخص واحد، وان يوكي كان عنده فرص كتير يقتلهم قبل كده وما حصلش. لكن يوجا بيرد ان ده مش ضمان انهم هيعيشوا المره دي. في وسط النقاش ده سيسيليا نفسها بتتدخل وبتقول لهم يوافقوا على العرض، وبتقول ليوجا انا هكون كويسه. يوجا بيوافق على مضض وبيقول لها انهم هيرجعوا لها اول ما يقضوا على ملك الشياطين. الفريق بيسيب سيسيليا وبيمشي ويوكي بيسمح لهم بالمرور. بعد ما الفريق بيمشي سيسيليا بتسال يوكي ليه خلاها هي بس اللي تفضل. بتستعد للقتال وبتقول له انها عارفه ان قوتها مش تعمل حاجه ضده لكنها تقتل لاخر نفس. بتضرب عليه ضربه هولي ليزر، لكن يوكي بيصرخ وبيقول لها استني. بيطلب منها تسمعه وبيبدا يعرفها بنفسه اسم يوكي. سيسيليا بتساله ايه فايده انك تقول اسمك لواحده هتقتلها، لكنه بينفي وبيقول لها لو كان عايز يقتلها كان عمل كده من اول مره. بعد تردد يوكي بيجمع شجاعته وبيقول لها الجمله اللي كان محضرها انا حبيتك من اول نظره، ارجوك وافي تخرجي معايا. سيسيليا بتتسمر في مكانها من الصدمه. سيسيليا بترد عليه بكلمه واحده انا اسفه. يوكي بيتحطم نفسيا وبيقع ركبه وبيقول انا خلاص المفروض اموت. سيسيليا بتقلق عليه وبتقول له انت كويس، لكنها بترجع لوضع القتال تاني وبتقول له مش هتخدعني عشان اضعف. لسه هتضربه بضربات سحريه وهو قاعد مكانه مش بيتحرك. بتساله ليه مش بيدافع عن نفسه، فبيرد عليها بحزن انت رفضتيني خلاص ما بقاش فارق معايا اي حاجه. هنا يوكي بيبدا يحكي لها حكايته الحقيقيه. بيقول لها ان محبوس في القلعه دي مش بيخرج الا عشان يهجم على البشر وده شيء هو مش عايزه. بيقول لها ان ممكن يبان شيطان لكنه في الحقيقه انسان من عالم تاني. سيسيليا بتصدم وتساله وانت انسان ليه بتخدم ملك الشياطين بقوتك دي تقدر تهزمه. يوكي بيوضح ان لو قتل ملك الشياطين التانيين هيخلوه هو ملك الشياطين الجديد، وهو مش عايز كده. عشان كده هو محبوس في الوضع ده لا قادر يهرب ولا قادر يغير حاجه. بيقول لها انه كان على وشك الياس لحد ما هي ظهرت. بيقول لها انا حبيتك من اول نظره. الشهر اللي فات ده وانا بستناكي تيجي تحاربيني كان اكتر وقت حسيت فيه اني عايش من ساعه ما جيت العالم ده. كلامه الصادق بيأثر في سيليا جدا. قلت له ان ده مش كفايه وان طالما عنده قلب انسان وقوه عظيمه زي دي لازم يستخدمها عشان يساعد الناس. بتقول له بحماس لسه ما فاتش الاوان، تعالى معايا للعالم الخارجي. المشهد بيتغير وبنشوف احتفالات ضخمه في مملكه لارينز. الملك بيعلن ان الابطال هزموا ملك الشياطين وان في احتفالات لمده 3 ايام. في نفس الوقت بنشوف يوكي اللي شكله بقى انسان عادي ماشي في طريق للعاصمه اللي عايشه فيها سيسيليا. بيوصل لنقابه المغامرين عشان يسجل كعضو جديد. بيقابل موظف كسلان اسمه كرامن وبياخد منه بطاقه عضويه برتبه اف اقل رتبه. كرامن بيقول ان الترقيه من اف لاي بتاخد
حوالي شهر. يوكي بياخد البطاقة وبيفكر في خطته. لازم ارفع رتبتي واجمع فلوس، ولما اقدر اعيش حياة كريمة اعترف بحب السيليا تاني. انا هنجح في الحب ده مهما كلفني الامر. بعد فترة قصيرة بنشوف يوكي بقى حديث النقابة كلها. الناس بتتكلم عن مغامر مبتدئ بيترقى في رتب بسرعة جنونية. يوكي بيروح لكرامن عشان ياخد مهمات جديدة، وكرامن بيزعل وبيقول له انت ازاي تترقى من رتبة اف للرتبة دي في اسبوع واحد بس؟ انت مش طبيعي. في اللحظة دي بتدخل السيليا النقابة وبتطلب من يوكي يلغي المهمة اللي كان هياخدها، وبتطلب منه يجي معاها بيتها. يوكي بيتصدم وبيفرح وبيقول بيتك؟ بيركب معاها عربية فخمة جدا وبيوصلوا قصر عظيم. الحراس بيستغربوا من الشخص الغريب ده، لكن سيليا بتدافع عنه وبتقول لهم انه صديقها. جوه القصر سيليا بتعتذر ليوكي انها اتأخرت عليه، وبتقول لها انها عرفت مكانه من الاشاعات اللي انتشرت عن مغامر خارق بيترقى بسرعة. بتطلب منه طلب غريب، من فضلك سيب نقابة المغامرين. وبتشرح له انه بعد هزيمة ملك الشياطين بدأت بوادر حرب بين ملك البشرية على السلطة، والدول بتحاول تجند اي شخص قوي، وان البطل يوجا نفسه جاله عروض جواز كتير. هي خايفة ان قوة يوكي الخارقة لو اتشهرت الدول التانية هتلاحظه وهتحاول تجنده، ولو استخدم قوته الشيطانية بالصدفة ممكن يعتبروه عدو او يستخدموه كأداة للحرب، وحياته في العالم ده هتنتهي. يوكي بيرد عليها بحماس وبيقول لها ان مستحيل يقبل عرض من اي دولة تانية، وبيصرخ وبيقول لان دلوقتي مش شايف غيرك قدامي. في وسط كلامهم بتدخل والدة سيليا اكوارين. بتبدأ كلامها مع يوكي وبتقول له ان سيسيليا جالها عروض جواز كتير ومن ضمنهم البطل يوجا نفسه. يوكي بيتجنن وبيقول إيه حكاية البطل ده؟ مش كفاية الامارات اللي بيجروا وراه، كمان عايز ياخد حبيبتي؟ سيسيليا بتصرخ وبتقول له انها رفضت كل العروض دي. والدتها بتبص ليكو بتقول له طالما انت كمان بتحب السيليا ليه ما تتجوزهاش؟ يوكي بيرفض بأدب وبيقول انه اعترف للسيليا قبل كده وهي رفضته، وانه عايز يشتغل ويحسن من نفسه الاول وبعدين يتقدم لها تاني بشكل يليق بيها. والدة سيسيليا بتعجبها اجابته وبتقول انت نجحت في الاختبار، طلع كل ده كان فخ عشان تختبره. بتوافق عليك كصديق لبنتها وبترحب بيه. في النهايه يوكي بيستاذن سيليا انه يناديها باسمها الاول، وهي بتوافق وبتقول له انها كمان هتناديه يوكي. وبنشوفه بعدها بيصرخ من الفرحه وكانه خد خطوه كبيره في تحقيق حلمه. بعد ما ساب يوكي قائد فرقه الشياطين حياته القديمه ورا ظهره بسبب حبه لكائنة سيليا، بنشوفه وهو بيعيش حياته الجديده كمغامر بشري عادي. يوكي اللي كان محبوس في قلعه ملك الشياطين دلوقتي بيستمتع بحريته في عالم البشر، وبيشتغل في نقابه المغامرين عشان يكسب قوته ويحاول يبني حياه يقدر من خلالها يرجع ويعترف بحب لسيليا تاني. لكن وهو في نص مهمه بسيطه لجمع ريش طائر، الماضي بتاعه بيقرر يظهر فجاه وبشكل غير متوقع بالمره، وبيقلب خططه وحياته الهاديه الجديده. وقت ما كان يوكي بيخلص مهمته بسهوله وبيفكر ان كلام كارمن في النقابه عن صعوبه المهمه كان مبالغ فيه، بيسمع صوت بينادي عليه. فجاه بيلاقي نفسه محاط باعضاء فرقته القديمه من جيش الشياطين. اللحظه دي كانت مزيج من الصدمه والفرح والكوميديا، خصوصا مع ردود افعالهم المختلفه. الثلاثه دول يا عزيزي شيك بيكس صغير ونشيط، وكان اول واحد يتعرف على يوكي. ابينيس حرب جميله وقويه وبتظهر اهتمامها الكبير بالقائد بتاعها. ديوك هو دولهان هادي وغامض، لكن مشاعره تجاه يوكي كانت اعمق من اللي بيظهره. يوكي اللي كان معروف بهدوء وقله كلامه انفجر في وش يوكي وساله بغضب ولهفه كنت فين كل ده؟ اختفيت فجاه وملك الشياطين اتهزم، وايه شكلك البشري ده؟ فين قرونك وجناحاتك؟ الموقف ده كشف قد ايه الفرقه كانت قلقانه على قائدهم اللي اختفى من غير اي تفسير. يوكي بيحاول يهديهم، وخصوصا ديوك اللي كان على وشك الانهيار، عشان يقدر يشرح لهم الموقف المعقد اللي هو فيه. بعد ما هديوا شويه يوكي اضطر يواجه الموقف ويشرح لهم سبب اختفائه وتغيير شكله. بكل بساطه واحراج لخص الموقف بجمله واحده: قائدكم يوكي اعترف بحبه للكهنه اللي في فرقه الابطال واترفض، ودلوقتي انا عايش كمغامر بشري. الصدمه كانت واضحه على وشوشهم. فكره ان قائدهم الشيطان القوي ساب كل حاجه عشان قصه حب فاشله كانت صعبه الاستيعاب. يوكي قال لهم ان هو دلوقتي يوكي البشري، وان هم كمان المفروض يعيشوا حياتهم بحريه، لكن ردهم كان قاطع موحد: لا، هم قرروا يفضلوا معاه، والاهم من كده كانوا مصممين يقابلوا بنت البشريه اللي خلت قائدهم يتخلى عن كل حاجه. يوكي حاول يقنعهم بصعوبه الموضوع وانهم لازم يخفوا اشكالهم الحقيقيه عشان يعيشوا في عالم البشر، لكنهم كانوا واثقين من نفسهم وقالوا لو قدرت تعملها احنا كمان نقدر. وبكده بدات مغامره جديده لفرقه الشياطين، ولكن المره دي في قلب عالم البشر. عشان يقدروا يعيشوا وسط البشر كان لازم يوكي يساعدهم يغيروا شكلهم. العمليه دي كانت مليانه مواقف كوميديه، خصوصا مع هابينس الهاربي. يوكي اضطر يستخدم قوته عشان يخفي جناحاتها، وده كان مؤلم ليها جدا. في اللحظه دي بتوصل سيليا وبتشوف الموقف وبتزعل يوكي بتلوم على قسوته حتى لو كان ده عشان يساعدها تتنكر. الموقف ده اثر جانب سيليا الحنون وخلى هابينس تعلق وتقول دي لطيفه. بعدها سيليا بتقابل الفرقه رسميا. يوكي بيشرح لها طبيعتهم الحقيقيه وبيحكي لها عن علاقته بيوكي في الماضي، وانه في الاول كان بيكرهه لانه كان منعزل مش بيقوم بواجباته كشيطان في قتل البشر، لكن بعد مواجهه بينهم يوكي غير افكاره وخلاه الشخص اللي هو عليه دلوقتي. الحوار ده بيوضح تاثير يوكي الايجابي على اللي حواليه حتى وهو في جيش الشياطين. وفي الوقت اللي فيه يوكي وديوك وسيليا بيتكلموا، شيك وهابينس بيختفوا وبيقرروا يستكشفوا قصر عائله سيليا. يوكي بيصاب بالذعر لان عارف ان اي حد غير سيليا لو اكتشف حياتهم هتحصل كارثه. بيبدا يدوروا عليهم في كل مكان وبيلاقوا مفاجآت في انتظارهم. شيك بيلاقوا نايم في جنينه القصر في حضن والده سيليا اللي كانت بتلعب معاه لحد ما تعب ونام. الموقف ده كان لطيف واظهر ان والده سيليا بتحب الاطفال. المفاجاه الاكبر كانت لما لقى هابينس لابسه لبس خدامه. صوفيا رئيسه الخدم في القصر افتكرتها خدامه جديده وبدات تدربها على اصول الشغل. الكوميديا بتزيد لما هابينس بترفض تغير هدومها وبتصمم انها تشتغل كخدامه في القصر، وصوفيا بتوافق. بعد ما الفوضى بتهدى والده سيليا بتشكر يوكي على اللي عمله وبتقول ان سيليا مرهقه من شغلها ككاهنه في فرقه الابطال، عشان كده هي قررت تديها اجازه بكره، وطلبت من يوكي انه ياخدها ويخرج يفسحها. يوكي بيتصدم وبيفرح جدا وبيعتبر ده موعد موافقه الاهل، وبيبدا يحلم باليوم اللي بعده. يوم الموعد يوكي بيستنى سيليا اللي بتظهر بشكل مختلف تماما عن لبس الكهنه المعتاد. كانت لابسه فستان عادي ونضاره عشان تتنكر ومحدش يعرفها. يوكي كان مبهور بجمالها وبدا
وبدأت جولتهم في المدينة. الفسحة كانت ماشية بشكل لطيف جدا في الأول، اتمشوا في الشوارع والسيليا كانت مبسوطة وتتفرج على محلات الكيك والإكسسوارات ولعبوا مع قطة في الشارع. يوكي كان طاير من الفرحة وهو شايفها مستمتعة وحس إن تعبها اليومي بدأ يروح، لكن الهدوء ده مكملش. وهم واقفين قدام محل إكسسوارات بيظهر فجأة البطل يوجا وزميلته ميكانا. يوجا بكل براءة وغباء بينادي على السيليا بصوت عالي وميكانا بتزعله عشان هيفضحهم. يوجا بيعزم السيليا تنضم ليهم متجاهل وجود يوكي تماما، وهنا بيحصل حوار جانبي كوميدي بين يوكي وميكانا. ميكانا اللي واضح انها بتحب يوجا بتهمس ليوكي بتتمنى له التوفيق مع السيليا عشان لو ارتبطوا يمكن يوجا اخيرا ييأس ويبطل يجري وراها، لكنها بتختم كلامها بجمله بس ما تتوقعش كتير وشك الباهت ده، وده بيخلي يوكي يتاكد انها شخصيه لئيمه. الاربعه بيدخلوا محل الاكسسوارات ومنافسه بين يوكي ويوجا على اهتمام السيليا بتبدا. يوكي بيختار لها اكسسوار رقيق لكن يوجا بيقاطعه وبيجيب لها اغلى قطعه في المحل وبيحاول يلبسها لها بالعافيه. تصرفات يوجا الصاخبه بتلفت انتباه الناس في المحل والكل بيبدا يتعرف على فرقه الابطال. الفوضى بتعم المكان والكل بيتلم حواليهم وبيجبرهم انهم يهربوا من المحل. في وسط الفوضى والهروب يوكي بيتوه عن سيليا وهو بيدور عليها. بيقابل ريفن السياف السابق فرقه الابطال واللي بقى قائد الفرسان دلوقتي. يوكي بيساعد ريفن يهرب من الزحمه، وكمان بيلاحظ ان ريفن المعروف بصمته الدائم صوته رفيع وعالي وده غالبا بسبب سقوطه طول الوقت. يوكي اللي هو نفسه عنده سير كونه شيطان مش بيتريق على صوت ريفن. الموقف ده بيخلق رابطه بينهم. ريفن اللي متعود الناس تضحك على صوته بيتاثر جدا وبيطلب من يوكي يكون صديقه. يوكي بيوافق وبكده بيكسب صديق جديد ومهم في عالم البشر. بعد ما يوكي وريفن بيتفرقوا يوكي بيكمل رحله البحث عن سيليا. في نفس الوقت سيليا بتكون لقت طفل صغير تايه وبيعيط وبتستخدم سحر الشفاء بتاعها عشان تهديه. يوكي بيلاقيهم عشان يفرح الولد بيعمل عرض تمثيلي وبيقول من المغامر العظيم يوكي وهيدور على والدته. سيسيليا بتشوفه وبتضحك على تصرفه الغريب. الاتنين بياخدوا الولد وبيدوروا على مامته وفي الاخر بينجحوا يلاقوها. اليوم بينتهي لكن تاني يوم يوكي بيعرف من والدة سيسيليا انها تعبت واغمى عليها من الارهاق والضغط اللي حصل من الناس. يوكي بيزور سيسيليا في اوضتها عشان يطمن عليها وبيعتذر لها انه حاسس بالذنب، لكن سيسيليا بابتسامه بتقول له خلاص هنعتبرها غلطتك وسابك يوم اجازتي ضاع. يوكي بيتصدم لكنها بتكمل وبتقول عشان كده لازم تخرج معايا في يوم اجازتي الجاي، اتفقنا؟ يوكي بيفهم ان ده وعد بموعد تاني والفرحه ما بتسعهوش. بينفعل ويبدا بيتكلم باسلوب المسرحي تاني وبيوعدها ان المره الجايه هينجح في انه يخليها تقضي يوم ممتع. صوته العالي بيخلي سيليا تتعب اكتر وصوفيا بتطرده من الاوضه عشان ما تزعجهاش. وبنشوف يوكي خارج من القصر وبيقابل ريفن تاني. ريفن بيطلب نصيحه يوكي في الحب، بيحكي له انه معجب ببنت لطيفه ما قالتلوش اي حاجه وحشه عن صوته، بل بالعكس قالت له صوتك جميل. يوكي من غير ما يعرف مين البنت دي بيشجعه بقوه وبيقول له ان وسيمه قوي ومفيش حاجه تمنعه ولازم يروح يعترف لها بحبه. ريفن بيتشجع وبيروح ناحيه القصر عشان يعترف للبنت اللي بيحبها، ويوكي واقف وبيتفرج ومش فاهم حاجه لحد ما بيستوعب ان ممكن البنت اللي ريفن بيحبها هي نفسها سيسيليا. وبكده الحلقه بتنتهي على مشهد صادم بيوضح ان يوكي بقى عنده منافس قوي وغير متوقع لحب سيسيليا. بطلنا يوكي واقف لوحده يشجع نفسه عشان ياخد الخطوه الكبيره ويعترف لسيسيليا بحبه، وهو في وسط حماسه بيقول لنفسه خلاص انا هقول لها على اللي في قلبي. لكن فجاه عينه بتقع على ريفن لسه ابو شعر احمر من فريق البطل واقف من بعيد. هنا القلق بدا يتسرب لقلب يوكي وبيقول جواه ايه اللي جاب ريفن هنا اصلا. يوكي بيفكر بصوت عالي وبعدين بتجيله صدمه عمره. استنى، اوعى تكون البنت اللي بيحبها هي سيسيليا. يا نهار ابيض، وانا كده شجعت المنافس بتاعي من غير ما اعرف. بيحاول يهدي نفسه بيقول ان سيسيليا مش هتحبه بالسهوله دي، لكنه بيرجع يفتكر انهم كانوا في نفس الفريق، فريق البطل، وده بيزود قلقه. خياله بيبدا يشتغل ويتصور سيناريوهات دراميه، وفي وسط كل ده بيلاقي نفسه بيقول انا احميك يا سيسيليا. بعد شويه يوكي بيقابل ريفن اللي شكله حزين ومكسور. لما بيساله ايه الاخبار ريفن بيرد بحزن شديد انت شجعتني، رغم كده انا اسف انا شكلي هموت من الاحراج. يوكي بيستغرب ولما ريفن بيمشي يوكي بيقرر يروح يطمن على سيسيليا. بيحاول يعمل نفسه كانه جاي يزورها عادي لكن شكله كان مريب جدا. عند باب القصر الخادمه صوفيا بتمنعه بتقول له ان سيدتها نامت خلاص. هو ماشي بيسال الخادمه عن ريفن فبتاكد له انه كان هنا من شويه، لكن المفاجاه كانت في الجمله اللي بعدها وان السيد ريفن طلب يشوف هابينس. يوكي في صدمه، هابينس يعني اللي اعترف ليها بحبه كانت هابينس؟ يوكي بيروح فورا لهابينس وبيسالها مباشره عن اعتراف ريفن. هابينس بترد ببرود وبكلمه واحده كررتها كذا مره مستحيل. يوكي بيحاول يفهم السبب، هل هي مش بتحبه؟ لكن هابينس بتفاجئه وبتقول له لا، ولما بيسالها ليه مستحيل بترجع تقول مستحيل تاني وتسيبه في حيره هو مش فاهم ايه السبب. المشهد بينتهي لديوكو وبطلنا بيتكلموا عن موضوع ريفن وهابينس. ديوكو اللي واضح انه بيعتبر هابينس زي اخته الصغيره غضبان جدا ان يوكي سمح لانسان يقرب منها. بيشرح ان الهاربي بطبيعتهم كذابين، بشر دايما بيطمعوا فيهم عشان يأسروهم او يسرقوا ريشهم الجميل. وبيكشف انه انضم لجيش ملك الشياطين بعد ما انقذ هابينس من مجموعه بشر كان بيطاردوها. يوكو بيحاول يهدي ديوك ويوضح له ان هابينس مش بتكره كل البشر، انها اختارت تشتغل خدامه عشان حبت الناس اللي في البيت ده، وبيأكد ان ريفن شخص كويس. يوكو بيروح نقابه المغامرين يسأل عن كريمين الراجل اللي دايما بيساعده، وبيكتشف مفاجاه تانية. كريمين هو نائب رئيس النقابه، والمفاجاه الاكبر انه في المستشفى. يوكو بيروح يزوره وبيلاقيه متصاب جامد. كريمين بيحكي القصه المحرجه بابتسامه حزينه، كان عيد جوازهم
جوزهم، وقضى اليوم كله بيفكر يجيب هدية ايه لمراته لدرجة انه نسي يشتري اي حاجة في الاخر، وحتى ما اتغداش في البيت. مراته افتكرت انه نسي وحصل خناقة بينهم وانتهى بيه الحال في المستشفى. يوكو مصدوم وبيقول له مراتك دي قوية جدا. ريمين بكل فخر بيقول له طبعا دي كانت مغامرة من الفئة زي بالظبط، وان الثنائي مشهور بلقب الثنائي اللامبالي الذي لا يقهر. لما يوكو بيعرض عليه يستخدم سحر العلاج، ريمين بيرفض رفض قاطع وبيقول له ان دي فرصته عشان يخلي مراته تهتم بيه وتصالحه. في اللحظة دي بتدخل مراته اللي طلعت صوفيا، واحدة من خدمات سيسيليا. يوكو بيتصدم المرة المليون في الحلقة دي. بعد حوار كوميدي بين الزوجين، يوكو بيسأل صوفيا عن الهدايا فبتديله نصيحة مهمة: طالما قلبك فيها بجد انا متأكد انها هتفرح. بعد ما خرج من المستشفى، يوكو بيروح سكن الفرسان عشان يشوف ريفن، بيلاقيه لسه حزين فبيقرر ياخده معاه خروج في البلد عشان يغيروا جو. في السوق يوكو بيشتري هدية لسيسيليا ويشجع ريفن يشتري هدية لهابينس. ريفن كان متردد وخايف ان ده يخوفها اكتر، لكن يوكو بيقنعه بنصيحة صوفيا. وهما بيشتروا بتظهر ميكانا اللي لسانها سليط لكن قلبها طيب، بتسخر منهم في الاول لكن في الاخر بتقرر تاخدهم مكان عشان يتكلموا براحتهم بعيد عن الناس اللي بتبص لهم. في المطعم ريفن وبطنة بيفضلوا ياكلوا اكل كتير عشان ما يجاوبوش على اسئله ميكانا بتبدا تحكي سر خطير محدش يعرفه، وتطلب من يوكي انه يقسم مش هيقول لحد، وبعدين بتعترف. فريق بطنة اتهزم كذا مره في قلعه ملك الشياطين وما كانش حتى على ايد ملك الشياطين نفسه. بتشرح ان الشيطان بيحرس الجزء الاوسط من القلعه، كان قوي جدا لدرجه انه كان بيخلي شكلهم اغبياء. كل مره كان بيخسروا كان بيرجعهم لاقرب قريه ويشفيهم، وده كان مهين جدا عشان يحافظوا على شرفهم وشرف يوجا كبطل. كان بيكذبوا على الناس ويقولوا انهم بيرجعوا عشان يستعدوا. الوضع استمر لمده شهر والمؤن في القريه بدات تخلص، وهنا الشيطان عرض عليهم عرض قاسي: سيبوا الكهنه السيليا هنا وانا هخلي الثلاثه التانيين يعدوا. ميكانا بتعترف وبتعيط ان هي اللي اقنعت الباقيين يوافقوا على العرض، وانها حاسه ان يوجا عمره ما يسامحها على القرار ده، وانها كده كادت تقتل الكاهنه اللي يوكو بيحبها. في اللحظه دي يوكو بيكلم نفسه بيقول لها ما تلومش نفسها، وانه كمان جزء من اللوم لانه ما عبرش عن رايه وقتها، وبيشجعها انها ما تسيبش الامور كده مع يوجا وتحاول تتكلم معاه. الحوار ده بيدي ريفن شجاعه جديده، بيقرر انه مش عايز الامور تنتهي بالشكل ده، وبيروح تاني عشان يشوف هابينس. وفي المشهد الاخير ريفن بيوصل بيت سيسيليا وبيلاقي هابينس وديوك هناك. ديوك كالعاده بيهاجمه بعنف وبيقول انه جبان وبائس. ريفن بدل ما يرد بعنف بيعترف بصدق قدام الكل: انا ما اعرفش اي حاجه عن هابينس، انا حتى ما اعرفش المفروض اعمل ايه لما اشوفها. لما ديوك بيسخر منه وبيقول له المفروض تقول انا هحميكي او اخليكي مبسوطه، ريفن بيرد بصدق اكبر: دي مش هتكون كلماتي. في اللحظه دي بتظهر هابينس وديوك بيشجع ريفن وبيقول له الحاله دي قول لها كلماتك انت. ريفن بيقرب من هابينس وبيعتذر لها عن المره اللي فاتت وبيديها الهديه اللي اشتراها. بتردد ريفن بيسالها ممكن نكون اصدقاء، هابينس بتبتسم بسعاده او بتوافق. الحلقه بتنتهي على بدايه جديده لعلاقتهم مبنيه على الصداقه والصدق. وفي نهايه الحلقه يا عزيزي ما تنساش تصلي على النبي، ولو حابب اكمل الانمي ما تنساش اللايك والاشتراك، واشوفك على خير. سلام.